العراقية من الصبح لليل هوسات وأغاني، وذاك من ذاك الوقت القليل اللي يطلع لك شيء يخدمك به. الموقف يختلف يا إخواني، هذا مو نقد، لا ينزعج من عند البعض ومدير قناة أو غيره ينزعج ويقول حكوا علينا على المنابر. لا، مو وقت انتقاد، هذا مو قضية انتقدك وأريد أظهر عيوبك، أقول لك اظهر بالموقف الآخر. يعني أكو دولة تحصل على معجزة 3 ملايين متطوع وما محقق إنجاز إلى الآن، هذا إلا تآمر. هذا أكو اليوم بعض المسؤولين تدري من يجيهم المتطوع شو يسوي؟ قام يرجعوه، وكون المرجعية تسمع بهذا الموقف قاموا يرجعون المتطوع. ليش؟ لأن صارت بها قضية رواتب. شوف الفساد والتآمر وين وصل. فالدولة إلها وقت وإلها أيام وإلها قلائل من الفترة، إذا ما تبين الموقف وتتبنى هذا الموقف بإيجابية فهي متهمة ومتآمرة. وإلا أكو دولة تحصل على جيش، هاي بس معجزة الله عز وجل نزل لنا بملائكة من السماء، آلاف مؤلفة من الملائكة نزلهم بساحة المعركة. هسه تبدي عندك المعركة ويصير عندك 3 ملايين متطوع وأنت بعدك مهزوم بأرض المعركة. شنو مشكلتك؟ تعال وضح للناس. تعال احنا ما نريد ثرد في رؤوس الناس من كلمات ما يفهموها وبس مقالات وكلمات وغيرها. لا، تعال تبنى لي موقف. أنا مهددة مقدساتي، أنا عندي 6 أئمة معصومين مهددة مقدساتنا وأرضنا مهددة، وهذا متمكن العدو، عنده سلاح ومسيطر ويريد يضع موضع قدم وبدعم دولي وبدعم من كبار الدول، وأنت باقي لي تراوح في مكانك ومسمي لي هذا إعلام وهذا شغل. لا، إذن احنا في موقف ونريد رد سريع خلال أيام. وإلا أحد الضباط الكبار في الدولة اتصل بي أقول له الجنود ماتوا من الجوع، يقول لي شو أسوي لهم؟ من عمت عينك وسليمة تطمك وتطم اللي خلاك بهذا المكان أيا كان، اللي خلى الناس الشرفاء يطبخون ذاك الأسبوع طبخ يوميا للناس وللجنود يودوا طبخ. شنو هالمهزلة هذه؟ أما تخجلون؟ أما تستحون؟ لو تنتمون العلي بن أبي طالب وتنطون موقف، لو قول احنا دواعش وطلعوا على وجه عيب، ولا 3 ملايين متطوع أخذوا بهم الأرض، تنحوا وطلعوا جانب. إذا ضابطكم الكبير وقائد عملياتكم جبان وعبد للمادة وخايف من الإرهاب خليه يتكتر. عندنا أولادنا، هاي التيار الصدري، العصائب، قوات بدر، العشائر، هاي الأبطال تكتروا 3 أيام. إذا خلينا موضع قدم لداعش احنا مو ناس، مو رجال، مو شرفاء أبدا. تكتروا. شوفوا إذا ما ننطي موقف خلال ليال 3 يقولون كانوا هنا داعش، يقولون. وهذا أبناء علي بن أبي طالب وهذول أبناء الحسين اللي انبروا. 3 ملايين متطوع، 3 ملايين متطوع بويا. تدري شو يسوون؟ تدري هذا شنو من قوام؟ وجايك بعقيدة وجايك باندفاع وباذل روحه وموديته أمه كزفة عريس ودافع أبوه والابن وأبوه موجودين. شو تريد أنت؟ ولك تريد حار ومكسب ورخيص؟ ولك مو ملينا منك 10 سنوات؟ مرت بينا أيام الأحد الدامي والثنين الدامي والثلاثاء الدامي وتفجيرات تارسة الأرض بالعراق، تارسة الأرض، وهم البرلمانيين يقعدون يصوتون على سيارات مصفحة تحميهم من الرصاص. في يوم التفجير ما حصلنا منكم، جربناكم علي أسد وفي الحرب نعامة. بل تروح فدوى للنعامة، النعامة أحسن منك شوية، أنت لا حتى النعامة أقوى منك وأشجع منك. أنت مال فلوس، مال رواتب، مال سفرات، مال قعدات بالبرلمان، خائن مخادع. وين موقفك؟ الآن جوك 3 ملايين متطوع، الآن اجتك المرجعية والشارع كله وياك. وين موقفكم؟ قاضينها مجاملات ويا أمريكا، تخافون من قطر وتركيا والسعودية. على من تخافون؟ على شنو تخافون؟ وإحنا عندنا مقدسات ما تتهدم منهم طابوقة إلا إحنا جو الأرض، لأن إحنا فداء لأهل البيت. إحنا صارنا سنين بالأصلاب بالأرحام ننادي بأبي أنتم وأمي. هذا نداءنا اللي ما نتنازل عنه. ولا الآن شنو
إخواني أخواتي آبائي أمهاتي، الدولة موقفها غلط، ضئيل ضعيف رديء في هكذا خطوات وهكذا مقدمات، وإلا المفروض أكو إنجاز. شنو اللي يعيقك؟ أموال. ميزانية العراق الظاهرة والعظمى ضخمة، ميزانية ضخمة. ليش الجنود ما عندهم ملابس؟ ليش يجون إلى بعض المراكز يقول لهم سلاح ما عندنا؟ لكن ما تستحون؟ والله عيب، بس احنا على المنبر ما نريد نشر الغسيل كله، خلينا ننتظرش كم يوم بعد، خلينا ننتظرش كم يوم وخلينا نشوف اكو دور، اكو اثر، ولا احنا كمجتمع جاهزين ومضحين هاي ارضنا وهاي مقدساتنا وقاعد ندافع عنها، ولا انت شنو اللي يعطلك؟ شنو اللي اخرك؟ شنو اللي يدفعك لهالتضاؤل هذا وهالهبوط هذا وهالانخفاض هذا وهالركوع؟ تخاف على منصب؟ تخاف على راتب؟ لا، هذا غلط. هذا القضية اختلفت الآن.